أثارت زوجة اللاعب المصري صلاح محسن لاعب النادي الأهلي جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية بعد نشرها محادثات توثق خيانة زوجها لها، ما أثار فضيحة كبيرة وضعتهما على قمة محركات البحث. وأضاف لاعب النادي الأهلي: للأسف تم فبركة أحاديث لتشويه صورتي بغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم. بعد أن نفى في البداية علاقته بالمحادثات والتسجيلات الصوتية، خرج صلاح محسن ليدافع عن نفسه وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: أولاً أعتذر من كل الناس على الأمور التي انتشرت، ولن أعلق غير. حسبي الله ونعم الوكيل. الخلافات الزوجية لم تكن موجودة على السوشيال ميديا من قبل. واستكمل حديثه: الانفصال بيني وبين الأستاذة لي كانت في يوم من الأيام مراتي، وهي أم أولادي، كان من فترة، واللي حصل غرضه تشويه صورتي والقضاء على مستقبلي، قدر الله وما شاء فعل. اللي حصل بلاء.